اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات بودكاست بزنس اسهل. معكم طارق بدر كونتنت مانجر ات باشن بوينت ومع محمد توهمي. ازيك يا بوب؟ يا هلا. النهارده هنتكلم على توبيك يا اما حديث العالم يا اما انت ما تعرفش عنه حاجه. يعني هو الناس منقسمين للناحيتين دول، ناس مركزه قوي وناس مش مركزه خالص، وعمل قلق كتير قوي بره مصر اكتر من جوه مصر. الموضوع ده اللي هو الاي اي الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الصناعي، خصوصا فيما يرتبط بالبزنس. يعني هو سؤال، بما انك كاتب بس انت بتكتب بالانجليزي، بس ايه الفرق ما بين الذكاء الصناعي والاصطناعي؟ مش اظن لو في الحته اللي بهزر طبعا، مش يعني هو حتى لو في فرق يعني مش محتاج اعرفه، مش عايز اعرفه. اظن الاصطناعي اللي هو المصطنع، يعني بيعمل نفسه ذكي. الذكاء الصناعي مانيفاكتشرد يعني كده بنهبط بقى. حقيقي مش معنى احنا يا عم كنا بنهبط عن artificial intelligence. احنا هنتكلم النهارده على الارتفيشال انتليجنس اللي ظهر بقاله فتره طويله. هندي كونتكست كده صغير للناس اللي ممكن تكون مش متابعه. من فتره ابتدى يظهر سيرفيسز اونلاين بتشتغل عن طريق الاي اي. ده اللي هو عباره عن ايه؟ ان هو بيعمل لك الحاجه اللي انت عايز تعملها بدل ما تعملها بايدك. فمثلا عايز ترسم صوره، تروح على اي اي زي ميد جورني مثلا، وبتوصف له تقول له انا عايز صوره الورده في ارض في الدنيا مغيمه فوقيها وبتمطر. بس تكتب انت الكلام ده وهو يروح هو راسم الصوره دي ويطلع لك نتيجه. النتيجه ممكن تعجبك او ما تعجبكش، وبيطلع لك عاده اكتر من نتيجه تختار منهم اللي تعجبك وتقول له طب عايز زي دي تاني، عايز زي دي تاني، لحد ما توصل للنتيجه اللي انت عايزها وتشتغل بيها. قبل كده كان في حاجه اسمها copy.ai. دي سيرفيس تانية كانت موجوده برضو. كان يعني انت ممكن تقول له مثلا عايز اكتب اعلان يبيع المنتج ده مثلا، فيكتب لك اعلان سريع كده. الكواليتي بتاعته يعني كانت كويسه، مش واو بس كانت كويسه يعني. وبعدين في الفتره اللي فاتت ظهر الوحش بقى تشات جي بي تي. سيرفيس اتفتحت وفي خلال 5 أيام كانت وصلت مش عارف 1,000,000 يوزر، وبعدين في خلال 20 يوم مش عارف بقوا 50 مليون ولا رقم مبهر كده. فتشات جي بي تي الفرق بينه وبين الحاجات التانية ان هو عام اكتر شويه. يعني ما هوش copy.ai موجه قوي لموضوع فكره الاعلانات والكوبي رايتنج وكده. تشات جي بي تي انت ممكن تقول له انا عايز الكود اللي بيعمل البرنامج الفلاني، عايزك تكتب لي قصيده رومانسيه، عايز اي حاجه. فطبعا الموضوع ده عمل ضجه كبيره جدا لان استخداماته كتير. فالنهارده توهمي هيكلمنا عن ايه تشات جي بي تي من وجهه نظره، ده حاجه حلوه ولا حاجه وحشه. يعني انا عرفت لسه عامل ويبينار في الموضوع، فاحكي لنا كده. هو كان ويبينار عن how to start a business using ChatGPT اصلا and other AI tools. فهي الحدوته كلها الناس اول كونسيرن بالنسبه لها، هل ده هيريبليس الجوبز او ممكن انا استخدمه واستغنى عن المحترفين في هذا المجال، الكونتنت كريتورز بقى والكوبي رايترز وكده. بس الناس محتاجه تاخد بالها منه ان ده تول بتتغذى بالدايركشن بتاعك. يعني انت لازم تبقى عارف تسأل اسئله شكلها عامل ازاي عشان تاخد النتائج المناسبه يعني. فكان الكونسبت بتاع how to start a business using AI هو عشان نبين للناس، كان فكره الويبينار ان انت تبين للناس ان كل التشالنجز اللي انت معطلاك النهارده عشان تبدا بزنس هي اختفت، ما عادش ليها وجود. ولو انت لسه بتفكر فيها وفاكرها تشالنجز، يبقى انت لسه مش قادر تقرا مستقبل رياده الاعمال ده رايح فين. مثلا التوب 3 تشالنجز اللي دايما موجودين لاي واحد عايز يبدا بزنس: اجيب راس المال منين، انا خايف اغامر واخد ريسك، انا مش عارف ايه فكره المشروع اللي ممكن تنجح. دول التوب 3. كل لما نعمل سيرفي افري يير ايه اللي موقفك تعمل بزنس، تلاقي دايما كل الاجابات بتدور حوالين الثلاث حاجات دول. اجيب فلوس منين، خايف ابتدي وافشل، خايف من الفشل، خايف ده الوقت المناسب، الظروف الاقتصاديه، مش عارف كذا، الفشل، والفكره مش عارف ايه الفكره، ما اعرفش ممكن ابدا بزنس في ايه. اوكي. وطبعا يعني اكبر واحده اللي دايما بتبقى هي ليها نصيب الاسد هي الفلوس. فانا I invented a model كده، وقلت للناس طب تعالوا اوريكم بقى الاي اي ممكن يفيد فين في الموديل ده علشان to help you start a business، ونلغي الايه الثلاث مشاكل دول. فالموديل كان سميته تاب موديل، TAB. ان انت بتبيك ا توبيك، بتبيلد ان اودينس، ده الاي، والبي تو ستارت تو لانش ا بزنس. اوكي. فكرته بسيطه جدا، انت هتختار موضوع انت عندك شغف فيه.
دي اللي احنا دايما بنركز عليها، الباشن دريفن بزنس. شوف حاجه، موضوع انت بتحبه، وبعدين قبل ما تفكر هعمل بيزنس مش هعمل بيزنس في ايه، في افكار راس المال الكلام ده كله، انت هتبيلد جمهور. ويمكن الحلقه اللي فاتت كنا بدانا نتكلم شويه عن البيرسونال براندنج والكلام ده. هتبيلد جمهور، الجمهور ده هيبدا يتابعك، وانت هتدي له كونتنت، هتشير معاه الحاجات اللي انت بتحبها. لما الجمهور ده يبدا ينجيج معاك، هتلاقيه بيبتدي يبعت لك اسئله ويطلب منك حاجات، فهيدي لك افكار لمنتجات او خدمات تعملها، لان الجمهور هو اللي بيطلب. فلما بتلاقي فيه common pattern، حاجه عماله تطلب منك باستمرار، it can guide you, this could be a nice business idea. ولما تعمل المره دي بقى بيزنس، بتعمل فيه الحاجه اللي الناس طلبتها منك، انت هنا مش هتتعرض لاكبر مشكله بتواجه اي مشروع ناشئ، هي الماركتنج. انا هسوق بقى ازاي؟ انت اوريدي عندك جمهور واوريدي مرتبطين بيك، فاي حاجه هتقول انا هوب يلا انا بعملها، هتبقى انت في ليفل تاني خالص. ويمكن مثال مشهور القصه دي فور اكزامبل فيري ويل نون، هادي غالب. سنين بتبني جمهور كبير جدا، وبعدين عملت منتج بسيط ماسيف سكسس. يس، هي طبعا كانت ذكيه جدا في بيكينج النيش، وان في البرودكت ده له احتياج الماركت محتاجه. بس اللي ادالها بوست جبار هي الاودينس اللي بنته، البروفايل بتاعها اللي خلاها تقدر تعمل كونكشن مع انفلونسرز يعملوا بوست قوي للبراند. بس هي الفكره ان انا كبزنس النهارده احتمالات الفشل ضعيفه، لان عندي جمهور ريدي تو باي. هو اللي سأل، هو اللي وجهني للفكره، لانه فضل يطلب حاجات باستمرار. وده موضوع توبيك انا بحبه، ف it's a dream coming true. الاي اي بقى بيخدم فين، او تشات جي بي تي في القصه دي؟ في الاودينس بيلدينج بارت، وفي البيزنس ايديا بارت. تخيل يعني انا كل اللي عليا ان انا اختار توبيك بس، واسيب الباقي لتشات جي بي تي. فهو فور اكزامبل مثلا انا قررت ان انا هعمل، وده المثال اللي كنا يمكن قلناه في الويبينار، انا بحب الاكل. فهروح هسال تشات جي بي تي، وهو اسمه تشات، يعني هو سيرش انجن بس في صوره تشاتنج تول. انا بتكلم معاه، بساله، بيرد عليا، بقول له لا اصل طيب غير لي دي، وهو بيرد وبيجاوب اون ذا سبوت. فانا دلوقتي انا اوكي، انا عايز ابني اودينس. فبتخش تشات جي ايه احسن سوشيال ميديا بلاتفورم اقدر ابداه لو انا عندي باشن فور كوكينج وعايز ابيلد اودينس؟ فيبتدي ريكومند، فراح مثلا قايل لي انستغرام از ذا بيست ومش عارف ايه. تمام. طيب ممكن يا استاذ تقول لي التوب 10 انفلونسرز في مجال الكوكينج على الانستغرام، عشان انا عايز اتابعهم واشوف ايه نوع المحتوى اللي بيقدموه، فيقوم عامل لي ليست اوف كل الناس دي. ممكن تقول لي ايه الهوت توبكس والترندنج ايدياز والفايرال كونتنت ايدياز اللي ممكن اتكلم عنها واعمل عليها محتوى عشان ابيلد فولور بيز اوف 10k فولورز ان ليس ذان 6 months. فيجيب لي دي المحتوى اللي انت هتعمله. طيب يا استاذ تشات جي بي تي، ممكن تسجست كده كونتنت سكادول، يعني احط ايه كل يوم ايه؟ فقال لي مش عارف، واداني اسم مش عارف ميت مانداي، يعني في المانداي اللحمه، مش عارف تي تيوزداي حاجه يعني. واداني الهاشتاجز، واداني التوبيك، كل الاثنين بوست عن كذا، والثلاث بوست عن كذا، والاربع عن كذا، والجمعه عن كذا. اداني بالكامل كل يوم ابوست ايه، وطبيعه الكونتنت بلان والكونتنت استراتيجي. طيب انا دلوقتي بدا تفولو الكونتنت بلان اللي حطها لي تشات جي بي تي، وبدا يجي لي ريكويستس وناس، فانا بخش بساله. انا دلوقتي بيجي لي مسجز كتير بتطلب مني ان انا اعمل لهم ميل بلانز. can you suggest a business idea that can be created around this request؟ فيسجست بتاع 15 business idea. فتقول له انا عجبتني البيزنس ايديا دي، ممكن تقول لي suggested كده product or service to launch في الأول. يقول لك ممكن تعمل كذا. طيب ممكن تعمل لي a marketing plan عشان أبتدي attract my first 100 customers for this type of business. يقول لك ادي marketing plan relevant، مش marketing plan generic. اللي أنا بقوله ده على فكرة أنا عملته بجد، في الويبينار كمان وضحناه بسكرين شوتس وكده. فاداني marketing plan relevant، تعمل ايه؟ دوين كذا ودوين كذا، ويبينارز واعمل كذا وبتاع. طيب ممكن تقترح عليا اسم للشركه، يعني اسمي الشركه ايه؟ اوكي. يقترح عليك اسماء كتير جدا، تختار الاسم اللي انت شايفه مناسب. تاخد الاسم ده وتروح بيه التول تانية اسمها design.ai، يعمل لك اللوجو ويعمل لك الكالر باليت ويعمل لك البراندنج بالكامل بالاي اي،
وانت تاخد الكلام ده. وفي الاخر طلعنا من القصه دي حاجه اسمها mealgenius.com واللوجو وريته لهم في الويبينار والقصه دي كلها. what are you waiting for؟ يعني هي دي الفكره. انت مستني ايه يعني؟ لسه لحد النهارده الناس مثلا بتقول انا لو انا بحب الاكل انا هفتح مطعم، بس انا هجيب منين فلوس مطعم وايجار المكان وهجيب عمال؟ انا عمري ما عندي خبره في اداره المطعم. ايه ومتاعي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي انت بتفكر فيه ده؟ يعني الناس بتفكر بمودلز معقده جدا ومركبه جدا وصعبه جدا، ويقول لك انا متكتف. بدات احس بصراحه يعني، ومش عايز حد من اللي بيسمعنا يتضايق من اللي انا هقوله، بس بدات احس ان الناس هي مش عايزه تعمل بيزنس. الناس هي نفسها بس مش جاده، مش هو لو سهل وحلو وهيجيب فلوس بسرعه وماشي، انما لا لسه هتقول لي بقى اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. مفيش حد دلوقتي المفروض يقول يعني يراجع نفسه. لو في حد دلوقتي بيقول البيزنس صعب، البيزنس مخاطرة، البيزنس ريسك، البيزنس محتاج فلوس كتير، الكلام ده يعني ما يصحش يتقال دلوقتي مع التكنولوجيا المرعبة اللي بقت موجودة، مع السهولة اللي بقت موجودة، مع يا سيدي لو انت شايف ان في قوانين في البلد اللي انت عايش فيها مصعبة اجراءات البيزنس، انت تقدر تفتح اونلاين بيزنس من في اي دولة، شركة في بريطانيا، شركة في أمريكا، شركة في الإمارات، شركة في أي وأنت قاعد في بيتك. يعني القصة ما بقى you can start a global business targeting global audience بحاجات بسيطة. you can start selling digital products, you can start offering remote services. كل دي حاجات تقدر تعملها، لا هي مكلفة ولا هي معتمدة على إن البلد اللي أنت قاعد فيها الاقتصاد بتاعها واقع، لأنك you can sell to different audiences في اي بلد. المهم انت تعمل حاجه of real value، بتحل مشكله الناس. وانا it's rising الفتره اللي جايه دي، ناس كتير هتسمع الترم ده اللي هو بيسمى لايف ستايل بيزنس، واحنا من 10 سنين سميناه passion driven business او turning your passion into profit. هو البيزنس الانجويبل المرن اللي ما فيهوش اوفر هيد كوست عالي، اللي هو فيه تيم صغير من 5 ل 10 اشخاص، في داينامكس كده اجايل وفاميلي، يعني تحس ان الاسره وكل واحد بيعمل اكتر من دور، مش مرتبطين بمكان معين، مش لازم بقى مكاتب وسكرتاريا واوفيس بويز ودنيا طويله. الموضوع مرن، موضوع سهل، الموضوع فيه تكنولوجي بتبوست البيزنس، تخليك انت بتبرفورم ولا كأنك شركة فيها 1000 موظف، وانت كل حكاية ممكن تبقى 5-6 مع التولز وتكنولوجي موجودة بتسهل عليك حاجات كتير. you act global while ان انت small local business يعني. طب خليني اسالك سؤال. طيب انت كل اللي انت قلته ده، انت كشخص يعني as a business consultant والناس بتجيلك وبتكتب اعلانات وبتعمل، لما شفت التقدم في التكنولوجي، لما شفت ان انت في كمبيوتر ممكن يعمل كل الحاجات دي، ما حسيتش ان هو ايه ده؟ ما حسيتش بقلق؟ ما حسيتش ان انت ما هو انا قلت لك في البدايه ملحوظه ديسكليمر، هي انت بتغذيه، انت لازم تفهم هتغذيه بايه. يعني لازم تساله اسئله مظبوطه، وفي الاخر هو ستيل لو ليميتس. يعني يس انت قلت له اديني ماركتنج بلان، بس هو ممكن وانت بتطبق الماركتنج بلان دي محتاج جايدنس، محتاج تطبق ازاي بالظبط ان ديتيلز، محتاج كذا. لو سالته ممكن يقولك. وعلى فكره انا دلوقتي بجاوبك على السؤال ده وانا بظن ان اتس اوكي، يعني لا لسه هنبقى محتاجنا وكل حاجه، لكن مش بعيد ابدا، بالذات لما هم قالوا على GPT-4 فيرجن 4 دلوقتي موجوده 3، فهم حط صوره كده بيقارن ما بين الباور بتاع 3 و4، ف3 ده حطها از دوت كده في الصوره، و4 ده دايره كبيره قد ايه. فبكل الامكانيات دي هو بحر في اللي جاي. فممكن جدا التول اللي جايه تبقى سوبر انتليجنت، ومايكروسوفت كمان دلوقتي داخله اشترت وبتضخ في المليارات عشان تكبر الفكره والموضوع. فالموضوع مرعب والموضوع كبير، والموضوع فعلا ممكن يريبليس حاجات كتيره جدا، بس we will definitely find value to add. الفكره ان في مصلحتنا في الاخر لو الناس استخدمت التولز دي وسهلت عدد كبير من الانتربرينورز والبيزنسز بدات واشتغلت وبتاع، we definitely will do work for them. بس ممكن يعني انت لسه بتقول في تول دلوقتي ممكن ترسم لك دلوقتي هو ايه نص كم شويه، مش كل الصور بتطلع مرسومه حلو، بس الجرافيك ديزاينرز لازم يقلقوا، لان هي very soon التول هتبقى انتليجنت وعندها داتا انف، وهترسم لوح تتباع في معارض يعني بفلوس. yes.
يعني it's coming. في حصل فعلا ان في حد كسب بس ما كسبش بالنتيجه اللي طلعت بالظبط. يعني في يعني الغالبيه العظمى من الناس اللي بتشتغل بالهوم جيرني وكده الشاطرين منهم. يعني في ناس بتبيع الارت ده باي ذا واي. يعني انت مثلا محتاج كفر كتاب حاضر يخش يعمل اللي بيعملوه ان هو بياخدوا الاوتبوت اللي طالع ويعدل عليه الفوتوشوب والكلام ده لحد ما يبقى بيرفكت. في يوم ما هيبقى الاوتبوت طالع بيرفكت مع التكنولوجيا المرعبه دي هيطلع كده. فاحنا هنشوف بقى فاليو ادد سيرفيسز تانية ما لسه الاي اي ما بيعملهاش. فايند واي. وانت يعني انت بتقول فيها انت ممكن دلوقتي نستغنى عن الدكاتره خالص. في يوم ما روبوت هيخش يعمل العمليات دي محطوط له داتا واوبريشنز اتعملت قبل كده وهو عارف بالسنتي يخش يعمل ايه وهيتجنب اخطاء كتير بيقعوا فيها الدكاتره. اتس كامينج. طب والناس اللي يعني الناس اللي بتسمع البودكاست دلوقتي وانا متاكد ان في ناس منهم خايفين يعني اللي هو خصوصا ان هم كمان بعيد عن التكنولوجي او بلاش بعيد عن التكنولوجي حتى لو هو بعيد عن ان هو يبدا البيزنس. يعني هو لو لسه بيبتدي يفكر ان هو يبدا وفي منهم كتير هيفكر ان هو طب انا عبال ما ابدا اصلا انا ممكن يعني سؤال لو انا واحد الباشن بتاعي دلوقتي الجرافيك ديزاين والارت ورك والكلام ده وشايف ميد جيرني بيطلع اعمل ايه؟ غير الباشن بتاعي؟ لا هو يعني العالم بيتغير وخلي بالك الادابتيشن ده سر عظيم من اسرار النجاح. فوي والادابت هنشوف يعني في ناس هتبقى عارفه تستخدمه ازاي وفي ناس مش هتبقى عارفه تستخدمه ازاي مظبوط. اللي هي يعني انا ممكن كجرافيك ديزاينر استخدمه عشان اسهل شغلي واشتغل مع عدد كلاينتس اكبر. يعني انا الكلاينت مش كل الكلاينتس هيقول لك انا هخش بقى وارسم رسمه وادي انبوت وبتاع. انا عايز اهاير سم وان انا ماليش في القصه دي. ما اعرفش اوصف له شكل الصوره ما اعرفش اوصف له شكل الكرييتيف. خلي بالك اصل الجرافيك ديزاينر ده هو مش بس بيستخدم الفوتوشوب كتول هو بيفيجوالايز الصوره كرييتيف دايركتور بيستخيلها وبعدين كان زمان بيرسمها بالفوتوشوب. النهارده انا ممكن اللي كنت مثلا بروجكت اخده من كلاينت واقول له انا هشتغل لك فيه اسبوعين عشان اعمل لك اللوجو واعمل لك ايتريشن وكذا واللي يعجبكش ونعمل ريفيجنز وبتاع. انا النهارده ممكن بالاي اي لما يتطور جامد اقعد مع كلاينت وبعد ساعتين زمن اديله اللوجو. خلاص هخش احط على الاي اي السمري للبريف اللي انا خدته من الكلاينت هيطلع لي براند باليت ولوجو وتمبلتس وكل حاجه في ثانيه وبالتالي اقدر اشتغل مع عدد كلاينتس اكتر. ممكن ابتدي لاني ممكن ارخص السعر بتاعي لان I can do batch of work. بص هو ده بقى بينفذ بقى على الethical conversation تمام. لانه في جزء من الكونفرسيشن ده جزء اخلاقي شويه تمام. اللي انت بتقوله ده فعلا حصل تمام. حصل بالتحديد اجان في الموضوع اللي هو الارت هو اكتر مجال اتاثر بالموضوع الاي اي حتى الان يعني واكتر مجال حصل فيه غضب يعني والناس بقى على تويتر ومقاطعات وفي ناس رفعت قواضي وكده لان هو باختصار الاي اي بيشوف الشغل بتاع الناس ده شكله عامل ازاي وبعدين بيستخدمه عشان يطلع منه نسخ مختلفه بناء على الطلب اللي اليوزر بيطلبه يعني. ففي كيسز ناس دخلت لقيت السيجنتشر بتاعهم موجود في شغل الاي اي ما مسحوش. يعني الامضه بتاعتك انت بتاعت شغلك انت راحت لتهامي مثلا راحت لطارق وهكذا. بص ده الليفل دلوقتي قدام الاي اي هيبدأ يعني هيطلع يونيك كرييشنز يعني بس اتس كامينج. التكنولوجي از بينج ديفلوبد بس هنوصل لمرحله الاي اي مش هيبقى في حاجه مش بيقلد حاجه ولا حاجه هتعرف تقلده. يعني اتس كامينج كل ما يبقى اذكى. بس هي احنا شفنا ده على مدار السنين كلها بيبقى فور اكزامبل كودك وما اقتنعوش بفكره الديجيتال كاميرز دي والديجيتال كاميرا ايه وبتاع ايه. احنا هو الفيلم وافلام واحنا كودك وده اسم كبير نوكيا. في تكنولوجيز بتيجي بتسواب كل اللي قبلها ويا هتادبت يا هتضاي. ما هو هي في كل الدنيا كده. الدنيا بتتطور. اللي انت كنت بتعمله من 10 سنين فاتوا مش هيبقى ابليكابل على اللي بيحصل النهارده. فيو هاف تو ديفلوب ان ادابت. فزي ما قلت لك الجرافيك ديزاينر زمان كان هيبقى بيشتغل بكونسبت كان بيركز مثلا على شطارتي في استخدام الفوتوشوب. ما بقاش هي دي الايدج دلوقتي. الايدج الكرييتيف الايديا الفكره الكونسبت هعرض لك القصه دي ازاي. والتولز بقت اسهل بالنسبه لي وبتسهل. فيا اما ادابت ويوز الكلام ده يا اما هخاف واغضب واشتم واعمل. بس ده مش هيوقف القطر يعني. كده القطر ماشي وانت يا تركب يا مش هتركب براحتك يعني. طب انت
انت شايف ان انت هتبقى بتستخدمه انت شخصيا يعني بشكل دوري في المستقبل القريب يعني؟ انا مش هستخدمه ده، انا بس بستخدمه بستخدمه. بكثافه. فعلا. يس. طب ما تديني مثال كده على حاجه انت بتعملها بيه. يس ام يوزنج ات تو رايت الكتاب السادس. بالنسبه لي انا كنت بكتب كتاب سادس وبعدين وقفت الفكره كلها وغيرتها. وناو تشات جي بي تي له دور السحر في الريسيرش. لما اديله كونسبت مثلا واقول له انا بدور على براند طبقت الكونسبت ده، اديني اكزامبلز كتير، فاديني اكزامبلز لبراندات بتطبق كونسبتس معينه. بس انت بيفيد التول، بتقول له انا عايز تشابتر ده اتكلم عن كذا، اديني اكسرسايز، اديني اكزامبلز للبراندز، اديني حاجات انسايتس، تاخد بقى حته من ده على حته من ده على ريسيرش هنا على حاجه هنا. لانه ميزته عن جوجل ان هو بيديك الاجابه. يعني جوجل انت بتعمل سيرش، ممكن اعمل نفس السيرش او اسال نفس سؤال جوجل، بس جوجل هيديني بقى ايه دور بقى انت دي المواقع اللي اتذكر فيها الكيوردز اللي انت قلتها دي. خش انت بقى وطلع من حته من هنا. شات جي بي تي بيديك الاجابه اللي انت عاوزها وفي كونفرسيشنال. يعني تقول له انت مثلا قلت لي ان في سنه 2005 حصل كذا مع البراند الفلانيه، كان يو بروفايد مي وذ ريفرنس، انت جبت الكلام ده منين؟ هيقوم قايل لك هو دي الريفرنس من الحته دي يعني. فهو هيرد عليك، يعني هو بيكمل الكونفرسيشن. يعني مش كل مره ممكن انه ريسيرش اسيستنت يعني بتبدا من الاول. بالظبط، مش كل مره بقى هو الكونفرسيشن مكمله. لا فاكر انت كنت قلت لي فوق من 3-4 اجابات فاتوا ان ده كذا، لا انا عاوز بقى. فهو بيريليت يعني بيكونكت الكونفرسيشن، مش كل مره بعمل سيرش من اول وجديد. اوكي. فبيوفر بقى يعني. وانت ممكن تهاف مالتيبل كونفرسيشنز معاه ولا هي واحده بس؟ لا هي انت بتوبن وان شات وان سيشن. يس. طب هو فري سيرفيس يعني ميد جورني؟ انا عارف ان هو فري بس في منه بريميوم ليفل يعني. هم اذكياء جدا دلوقتي طبعا. هم اكتشفوا ان يمكن اظن ان هم اتفاجئوا بالديماند ده. فبقى طول الوقت السيرفرز ار بيزي. يعني احيان كتير ممكن تخش على تشات جي بي تي يقول لك السيرفر مش شغال، احنا وي ار هاي لود وبتاع ويت، وهنبعت لك نوتيفيكيشن لما نرجع نشتغل تاني. فراحوا عاملين سيرفيس اسمها تشات جي بي تي بلس ب$20 في الشهر، هيطلقوها فيري سون. عاملين ويتنج ليست دلوقتي، وفي بعض الدول بدأت تشتغل اكتف فيها. $20 في الشهر وتباي باس السيرفر بيزي ده. اوكي. يعني خلاص هنديك بريميوم اكسس للسيرفرز، هتخش في اي وقت هتلاقيه التشات جي بي تي افيلبل. بس بصراحه يعني لو هيطلبوا 10 اضعاف الرقم ده يستحق يعني. انا بيرسونالي ادفع فيه، انا ما اقدرش استغنى عنه دلوقتي فعلا اطلاقا يعني. رهيب، بيوفر وقت رهيب. يعني نادرا ما بقيت اخش على جوجل مثلا. يعني خلاص جوجل، تخيل احنا قاعدين مع بعض بنتكلم دلوقتي وبقول لك جوجل is becoming obsolete. يعني جوجل، علشان جوجل مرعوبين دلوقتي، عملوا حاجه اسمها بارد باين ولا مش عارف ايه، اللي هو برضو ده كومبيتيتور للتشات جي بي تي. بس لسه يعني. خلاص جوجل دلوقتي جاي بيفولو مش بيليد. صح. فادي مثلا مثال الادابتيشن. يعني لو جوجل تعنت وقال لك لا احنا جوجل والسيرش انجن ده لا يموت، وطول الوقت الناس هتبقى محتاجه سيرش انجن كونسبت السيرش انجن واس اي او بقى، الناس كانت بتقعد سيرش انجن اوبتمايزيشن وبيعملوا فيه هاسل كبير، ده از داينج. خلاص بينتهي. لان لو الناس بطلت تستخدم سيرش انجن ولا جوجل ولا اتس ريبليسد باي اي اي، خلاص ما فيش حاجه لازمه بقى الاس اي او والحاجات دي. يعني الدنيا بتتغير بسرعه. ويمكن الليسن اللي عايزين نقول لكل الناس ادابت زائد ليفرج بقى اللي بيحصل ده. يعني مش ممكن زي ما قلنا لحد دلوقتي انت شايف ان في بيزنس ده صعب والبيزنس ده فيه مشكله او البيزنس ده مش عارف. It's becoming extremely easy. بس لازم تتحرك. يعني حتى انا بقول لاي حد شغال في وظيفه دلوقتي ومتردد يبدا بيزنس، مفيش اي حاجه تخسرها. اختار توبك بتحبه وابدا بيلد اودينس واتكلم عن الحاجه اللي انت بتحبها، وخلي الاي اي جايد الكونتنت استراتيجي بتاعتك والكلام ده، وشوف الناس هتطلب منك ايه. افرق. ممكن على فكره واحد يعمل ده يقول لك انا البيج ما بتكبرش، محدش بيتفاعل معايا، مفيش اودينس، مفيش حد بيطلب مني حاجه، مفيش كومنتات، مفيش عمال دلوقتي عملت حطيت اكتر من 100 بوست ومفيش ما بكبرش. then you don't have something interesting to say. يعني تخيل انت هتعمل بيزنس وانت مش قادر تبيلد اودينس فور فري يعني. اوكي. يس. فانت عرفت دلوقتي انت عندك قصور هائل في الحته دي. you cannot build an audience. ففي سكيلز، مهارات محتاج تتعلمها عشان تعرف ازاي
توصل للناس وتتكلم بشكل اتراكتيف until you develop the skills دي keep posting لحد ما find your voice، لحد ما تلاقي مرة من مرات عملت بوست بالحظ it went viral واتشهرت والبيج كبرت ومش عارف ايه. انا يمكن كنت معرفش قلنا القصة دي في حلقة قبل كده ولا لا. انا مراتي اول فيديو عملته على يوتيوب، اول فيديو جابت 100,000 سبسكرايبر للشانل، وانا الشانل بتاعتي بقى لها 10 سنين كمل ما وصلتش لسه ل 20,000. كانت فيديو واحد. فهي naturally she's good at ده. فتخيل يعني هي انت كنت يعني piece of content واحدة اتعملت صح ممكن تجيب لك massive followers. بس انت keep doing it يعني حتى لو بادئ مش عارف في التقدم بطيء البتاع، مرة من المرات هتكتب حاجة ال AI هيقترح عليك فكرة معينة وانت هتكسكيوت الفكرة ببرودكشن لفيديو او ارتكل عبقرية هتحطك على الماركت، الناس هتعرفك. اي بيزنس بعد كده لحد عنده اودينس it's almost يعني guaranteed success. اوكي. فكيب دوينج ات، ما تشغلش بالك دلوقتي طب انا هسيب الشغل امتى، طب البيزنس ازاي، طب هيعمل ايه، طب كذا. it's extremely easy لو انت عايز تفولو. بس طبعا مش بقول ان ده الباث الوحيد انك تبيلد بزنس، ان انت لازم يبقى عندك تطلع تعمل كونتنت ويبقى عندك فولورز. لكن انا بقول لك ده باث. قول لي ايه التشالنج اللي فيه يعني. لا محتاج تكلفة ولا محتاج اي حاجة، وهيسهل عليك الماركتنج، هيسهل عليك كل حاجة. صحيح في ناس ما بتعملش ده وبتبدأ بفكرة مشروع قوية جدا. This is passion to profit by the way. يعني passion to profit مش بتفولو الموديل ده. passion to profit بتبيلد بزنس من الأول بطريقة مختلفة based on your passion، وبتطلع بزنس ايديا والبرودكت بيبقى هو الاتراكتيف، وبتفوكس على solving a problem، وهو ده اللي بيجنريت الاودينس حوالين المشكلة وحوالين المنتج اللي انت بتحله. ففي طرق كتير to start a business. بس أنا حبيت في الويبينار ده أو لما طرحت التوبيك ده بس أوري للناس الأمل وصل لفين، ريادة الأعمال بقت سهلة إزاي وفي متناول الجميع إزاي، وإن في تولز وتكنولوجيز بتسبورت وبتساعد. في مسارات تو ستارت ا بزنس دلوقتي سهلة جدا ومش محتاجة إن أنت تفكر لا في ريسك ولا. فهوبفلي الناس اللي بتسمعنا تبتدي تتحرك. يعني تبتدي تتحرك، لأن مفيش ما يمنع أبدا دلوقتي إن حتى لو أنت في وظيفة يبقى جنبها سايد بزنس شغال، ويبقى عندك العالمين شغالين. في أي وقت الوظيفة خانتك مش حاببها كذا، في أي وقت الظروف الاقتصادية أثرت على البيزنس، هي الوظيفة موجودة لحد ما أنت تطمن وتستقر وتقول لا أنا خلاص كفاية بقى وظيفة كده، البيزنس بتاعي بيكبر، الديماند متزايد، وبقى عندي مالتيبل، خلاص احترفت الموضوع، بقى عندي مالتيبل بيزنسز، عندي بيزنس هنا في المجال ده وبيزنس في المجال ده. فلو في ماركت وقع ده بيشيل ده ماركت وقع، عندي مالتيبل ستريمز اوف انكم. الدنيا اتغيرت خالص. طب هو تشات جي بي تي اصلا مش افيلبل في مصر يعني؟ انا عارف ده من اشهر اكتر الحاجات المستفزه في التاريخ يعني. بس ده مش بسبب ان احنا ده من عندهم هم يعني. اللي انا فاهمه ان هي ده الليميتيشن من تشات جي بي تي اصلا نفسه يعني. ان هو لما اللي انا اعرفه ان هو كان تشات جي بي تي فاتح از بيتا فيرجن، وكان افيلبل في دول معينه، امريكا وبعض الدول اللي هي اللي بيتقال عليهم عالم اول يعني، كندا ومش عارف وانجلترا وكده. ف يعني دي مش مصر افلاه، هو من بره. انا ما اعرفش ايه النظام في الخليج، مش عارف مفتوح ولا لا. ما جالناش احنا لسه يعني. بس الحل يعني للي بيسمع طبعا هو الحل بتاع الموضوع ده الفي بي ان، انت تدخل عليه بفي بي ان. هو هيفتح فيري سون زي كلاب هاوس كده، ما كان بادئ في الاول الناس اللي معاها ايفون وبعدين فتح لكله. يعني لو فايتس كامينج يعني اتس كامينج فيري سون. بس زي ما انت قلت لو مستعجل هتضطر في بي ان بقى وتجيب رقم من بره وتوصله وكده، بس هيشتغل يعني معاك اجلا مع اجلا يعني. او لو انت تعرف اي حد بره يعمل لك اكاونت مثلا يس. ولانه انت مش محتاج كل ما بتلوجن تلوجن يعني. هو مش بيديتكت الريجن بتاعك ويقول لك كده انت من مصر هيقفل. هو انت بس وانت بتكريت اكاونت لاول مره لازم يتفتح من حته بره مصر. وبعد كده بتقدر تلوجن عادي من اي مكان في العالم يعني. مش هيريستريكت القصه. لو تعرف اي حد بره قول له اعمل لي بس اكاونت على تشات جي بي تي وبعدي اليوزر نيم والباسورد بس. It's another good opportunity يعني. فكره حلوه برضو. طيب سؤال، الويبينار اللي انت عملته ده يعني لو انا متخيل في ناس هتبقى بتسمع عايز يبقى يسمع الويبينار كله، يشوف الاكسبيرينس من اولها لاخرها. ممكن نحط اللينك في البودكاست ديسكريبشن، هو passionpoint.co/chatgpt. حلو. هنحط اللينك في الديسكريبشن بتاع البودكاست. ديفينتلي انا اتاتش اللينك مع البودكاست. تبص على الديسكريبشن بتاع الحلقه هتلاقي اللينك موجود، خش اسمعه. اتس فري ويبينار بيتكلم عن الموضوع يعني. انا حقيقي ما عنديش اسئله، انت غطيت الموضوع يعني بشكل هايل. فانت لو عندك انت اي اضافات قول. لا انا يعني دي حلقه نتمنى ان هي بس تدي للناس امل
ان المستقبل البيزنس بيتغير بشكل كبير. كل المشاكل اللي التشالنجز القديمه اللي الناس بتفكر فيها انا مش هقدر ابدا، بالذات موضوع الفلوس ده يعني ده اسخف تحدي الناس بتطرحه على فكره ان انا مش هبدا مشروع. لان هو مش البيزنس اللي عايز فلوس، انت في متربس على فكره في دماغك، الفكره دي عشان تتنفذ عايز اعمل ابلكيشن هيغير شكل الكون، والابلكيشن ده عشان اعمله عايز 3 مليون دولار. تأكد ان المشكلة مش في الابليكيشن ولا في تنفيذه، هي مشكلة في ادارتك للثلاثة. مش هتعرف تدير 3 مليون دولار انت ما شفتهمش في حياتك اصلا. يعني ما تعاملتش بهذا الكم من المبلغ في حياتك، فما تقوليش انا هدير مشروع بهذا الحجم وتجيب تيم اوف ديفلوبرز وتيم، مش هتعرف تدير القصة دي. فارجوك مش فكرة اللي في دماغك اللي هي هتغير العالم، مش هي دي اللي هتوقف الكون، ولا هي دي. البيزنس ممكن يبدأ باشكال كتير جدا لحد ما بس تبقى انت محنك وتبقى انت عندك تراك ريكورد اوف سكسس. لو رحت بيه لاي انفستور وتقول عايز 3 مليون عشان اعمل ده، وانا عندي الهيستوري وبدات مشاريع ونجحت وبعمل ممكن يدي لك مبلغ، او ان انت هتفند ده من جيبك الخاص بقى لما المشاريع بتاعتك الاخرى تنجح ايا كان يعني. يس في افكار عظيمه لو اتنفذت هتعمل امباكت عظيم، بس لو اتنفذت ولو اتنفذت دي مش شرطها ان انت تجيب الاكسس للماني او للفندز. بالعكس لو اتنفذت ده ميكس ما بين خبرة في البيزنس، يعني يكون عندك سابق خبرة، ويمكن اتكلمنا قبل كده في الهيراركي اوف انتربرينورشيب وبتاع، خبرة في البيزنس زائد الفلوس المطلوبة هتقدر تنفذ الفكرة. لكن مش الفلوس هي العائق اطلاقا. فبس نتمنى الحلقة دي تكون امل للناس. طب انا جالي سؤال انا هو مش طويل، انا عايزك ترد عليه مثلا في دقيقة ماكسيمم دقيقتين، ما تطولش عن كده. limiting belief. لو انت واحد من الناس اللي بتتفرج على الحاجات دي بتحصل، وبدل ما بيجي لك امل بتتشائم، لو انت واحد من الناس اللي بتشوف التولز دي وتقول طب ما انا كده ممكن اي حد ينافسني، الموضوع بقى بسيط. يعني انا كل الانهيرنت سكيلز اللي عندي عماله تروح مني تبقى موجوده اونلاين مفتوحه لكل الناس. فانت طريقتك في الكلام في الحلقه دي وفي الحلقات اللي قبل كده يدي الامبريشن بتاع احنا بنتحايل على الناس ان هو قوموا واشتغلوا. الامبريشن بتاع الشخص ده غالبا هيبقى اللي هو يا جماعه الناس اللي بتشتغل كتير قوي لدرجه ان انا مش عارف ادخل في وسطهم، اعمل ايه؟ تقول له ايه الشخص ده؟ بص، هو الاجابه ممكن تيجي في صورتين، ان انا ارد ردود يعني مقنعه واقول له كلام معين، او اقول له هو الحقيقه مش دوري ان انا اقنعك انك تقوم. يعني ده الاسهل، ودي الاجابه اللي ممكن تقال في دقيقه. انا بس بقول ان اللي عايز بجد الطريق مفتوح. انما في ناس اللي هو كل ما تديها حل تسد لك باب تاني. بالظبط. هيبقى ده مش هنخلص يعني. اصل طب وفي ناس ممكن تطلع من الحلقه بس انا اهلي مش موافقين ان انا اعمل بيزنس. مش لو عايز هتعمل، لانك مش اول مره ما تسمعش كلام اهلك يعني. اشمعنى دي اللي هتبقى الابن البار يعني. فالفكره ان يعني اللي عايز حاجه احنا مجرد اداه بنساعده، لكن احنا مش هنقدر نزق اللي مش عاوز. فانت دلوقتي بتقول انا لو عملت التولز دي هتضيعني وهتضيع. مش هتضيع، المنافسه زادت قوي. فالمنافسه ما هي موجوده، ما هو انت هتقدر. يا نهار ابيض، هو دلوقتي انت في اي مجال في الدنيا ما فيهوش منافسه. بس هل ده معناه ان مفيش كل يوم؟ تعال شوف كده احصائيات الشركات الجديده اللي بتفتح كل ثانيه في امريكا. في opportunities وفي challenges، واحنا لسه كنا بنتكلم من حلقات الظروف الاقتصاديه دي هتوقف شركات وتوقعها، وهتفتح المجال لشركات تانية بافكار جديده تطلع وتحل المشاكل الجديده بطرق جديده. هي دي سنه الحياه، هي المنافسه موجوده. بس احنا بنقدم ايه وبنضيف ايه، الفرصه اللي شفناها عامله ازاي، وبنفتح بنستغل الجابس اللي موجودة. This is the dynamics بتاعت الحياة. من وجهة نظرك انت شايف ان عدد الناس اللي بتقوم تشتغل عشان تعمل their own private business او يبتدوا يبقوا entrepreneurs نسبة صغيرة ولا نسبة كبيرة؟ نسبة صغيرة جدا طبعا. جدا اوكي. وعلى فكرة هي هتفضل كده. يعني احنا بنقول ده يعني ايه علشان بس نمنتين النسبة. لان لا، هي نسبة سنة كونية ان الناجحين هيفضلوا طول الوقت مهما الناس اتكلمت عن النجاح وتشجع وبتعمل وتدعم، الناجحين هيفضلوا قليلين. سنة الحياة. لان هو ولو كتروا
النجاح هيفقد متعته ورونقه وجماله. ريادة الأعمال نفسها هتفقد جمالها، إن هي كل الناس بقت رواد أعمال، كل الناس بقى عندها بيزنس. إيه ده؟ عشان كده شكرا للناس اللي بتبدأ بيزنس وهي مش دارسة ومش فاهمة وبالفهلاوة فبيفشلوا بتاع. أوكي، شكرا إن أنتوا فشلتوا. علشان اللي نجحوا يبقى عندهم something solid to share. لأن لو بقت سهلة وأي حد دلوقتي يقدر يعملها بالبساطة دي او بالكثافه دي، فاللي هيبقى غريب او قد اللي ما عندوش بيزنس. انت ازاي ما عندكش بيزنس؟ قول لنا قصتك وانت نجحت نجاح دلوقتي باهر. لازم هيطلع نادره، لازم تبقى نادره. انا بسال السؤال ده عشان اقول ان هو يعني طالما النسبه فعلا نادره، يبقى مهما حسيت ان المنافسه كبيره ستيل النسبه والتناسب انت البحر واسع. ممكن يعني هقول لك حاجه في الختام كده، معلش هطول عليك فيها. انت عارف انجح بيزنسز موجوده ممكن ما تكونش خالص ما حدش يعرف عنها حاجه. يعني دايما الناس بتبقى متصوره ان البيزنس بتاعه عشان ينجح لازم تكون الناس تبقى عارفه البراند. ودي مثلا اسئله ساعات بتجيلي، هو مين اللي طلع مشهور طلع من عندكم من باشن تو بروفيت؟ بيبقوا متوقعين بقى ان احنا طلعنا مثلا براندات مشهوره جدا كل الناس بتتعامل معاها وكل الناس عارفاها. على فكره مش هي دي المقياس، لان كل الستارت ابس المشهورين اللي موجودين على الساحه they are suffering, they are not turning profits. هم بياخدوا investments بس، لكن كبروفيتابيليتي وكمتعه للاونرز في امتلاك البيزنس ده وادارته they are under huge stress. الناس اللي هي مش معروفه بس عندها بيزنس ناجح بيعمل بروفيتس كويسه جدا، معيشهم حياه كويسه جدا، مدخلي ولادهم تخش تتعلم تعليم كويس جدا، ومش لازم كل الناس تبقى عارفه عنه. هي الاندستري بتاعي، النيش بتاعي، المجال اللي انا فيه هو ده اللي الناس عارفاني فيه. لكن لا التلفزيون عارفني ولا الميديا عارفاني ولا المؤتمرات بتاعه رياده الاعمال عارفاني. بس ام سمول بزنس او حتى ميديم بزنس، مصانع بسيطه، ورش بسيطه، حاجات بسيطه، مش ماس على القد خالص، very successful. فما تظنش ان انا ايه ده، هو انا عشان اعمل بيزنس كبير محتاج استثمارات كبيره عشان اتعرف وابقى مشهور ومش عارف ايه. لا، ستارتنج ا بيزنس لا تستدعي ده. يعني البيزنس لا تساوي الشهره. يعني بنقول الناس اعمل بيزنس تعمل بيه حاجه انت بتحبها، تفرق في حياه بعض شريحه من الناس وتكسب فلوس كويسه جدا از ريزلت. الشهره دي حاجه غير أساسية وغير مطلوبة. فاحنا لما بنيجي نتكلم إن نسبة قد إيه المشهورين أو المعروفين هي نسبة قليلة، لكن في نسبة كبيرة من الناس اللي ممكن تنجح نجاح كويس بس ما حدش يعرف عنها حاجة. وتظل النسبة العظمى هي الناس اللي بتتفرج على دول وتقول أنا نفسي أعمل زيهم بس مش عارفة وبتحرك ستظل كده الآية والصورة كده. بس احنا بنحاول يعني ندعم الناس اللي هي تقدر تقوم وتتحرك، علشان التشاؤم بقى كتير قوي اليوم. ان شاء الله يعني الناس تسمع البودكاست، تسمع الحلقات دي، ممكن يلاقوا فيه اجابات على الاسئله او الحاجات اللي معطلاها، يعني هم عطلانين فيها او كده، يتحركوا يمكن من حلقه في البودكاست او ممكن من الويبينار اللي هو هيبقى موجود، او لو عندهم سؤال ممكن يبعتوه على طارق@passionpoint.co، ممكن نجاوب عليه اجابه مباشره لو في حاجه معينه عطلانه في ايديكم يعني. ويعني عموما زي تهمي قال، هو شات جي بي تي تول زيها زي 1000 تول. كانفا لما نزل انا فاكر يعني كان في جرافيك ديزاينرز بيلطموا يعني وبعدين الدنيا مشيت عادي وبقوا بيستخدموه عادي مفيش مشاكل. وبيبيعوا التمبلتس بتاعتهم عليه، يعني بيخشوا يعملوا تمبلتس وبيبيعوها او يحطوها على كانفا ماركت بليس وحاجات يعني. بقت الدنيا مش هتوقف يعني، هو بس نقوم نشتغل ونتحرك يعني. تمام خلاص كده. ما تنسوش يا جماعه تتفرجوا على الويبينار لو انتم مهتمين بموضوع شات جي بي تي. لو مش مهتمين نرجعوا اتفرجوا على الحلقات التانية برضه هتلاقوا اجابات للمشاكل اللي بتواجهكم. بس على كده ثانك يو تو هيمي.